كلهم موظفين مش انا بس زعلان من حاجه واحده، حد خد الفلوس بتاعه ومشي. والله الموظف قفل مكتبه ومشي. ده الامين اسمه ايه ده؟ اكيد كان جوه يا عم. طب المطالب ايه بتاعتكم كده؟ هو الضباط اللي قاعده بتروح قانون يحمي ضابط الشرطه وافراد الشرطه. الحاجات دي كلها فين الشرطه وفين دور الاعلام؟ تحديد التظاهر السلمي. تحديد التظاهر السلمي من الناس البلطجيه. انا البلطجي يبقى يموت ويبقى شهيد، والضابط لما يموت يبقى بلطجي. انتوا عاملين الاضراب ده ليه؟ احنا عاملين اضراب احنا اخرين. ايوه ليه؟ عشان الناس اللي ماتت. بيقول لك عشان الضابط اللي مات في مصر. الناس اللي بتتكلم في المظاهرات بيقول لك احنا مظاهرات سلميه، لما يجي واحد في وسطيك يحدف مولوتوف يا انت تمسكه يا تسيب المظاهره وتمشي، لكن ما تقفش في وسطيه وتقول له انت بتضرب على المظاهرات السلميه. موضوع التبعيه ان الوزير اللي يوافق رئيس الجمهوريه على اللي هو بيقوله خلاص يفضل، اللي يعترض عليه ويجري في مجريات القانون زي ما بيقول القانون بيختلف معاه وبيطيره، زي احمد جمال الدين اخوانة الدوله بصفه او تاسيس الوزاره واخوانة الدوله بالكامل. تمام؟ فده ما ينفعش. واحنا مش عايزين نتعامل مع متظاهرين اصلا، احنا اساسا مش عايزين نتعامل مع متظاهرين. عايزين الناس تحس بقيمتنا وتحس بشغلنا وتحس بتعبنا. انا اضحي انا بقول يا عم انزل يا عم، ما عندناش مشكله خلاص، ده امر واقع، انت بتدافع عن البلد. احنا عايزين يرحل كل قيادة فاشلة ضعيفة. احنا عايزين ننزل الشارع نمسك الحرامي ما يبطلش علينا، نرجع لقياداتها تدينا حقنا. احنا بنطلع من الضرب برا خلينا مع البلطجية هم. انا كنت خدمة اول امبارح في بنزيمة، اتعدى عليا المواطن، اتصلت بالمامور قال لي ما عنديش ضباط تنزل لك، عشان خاطر بننزل بنضرب في الشارع، ورغم ذلك بننزل عشان خاطر الشعب. ورجل الشرطه المفروض يكون ليه كرامه ضعيفه، الفاشله ترحل كرامه رجل الشرطه. بتعمل اضرابات وبقت تقول كمان مش هنبطل الصوت الواطي، هنعمل صوت عالي. طب احنا معانا الدكتور نبيل مصطفى استاذ القانون باكاديميه الشرطه، اهلا بسيادتك معانا. اهلا بيك يا مصطفى. احنا اول مره بنشوف قوه نظاميه زي الشرطه بيحصل فيها هذا الاضراب، 30 اسم مقفول وفي 12 محافظه واضرابات امام الاقسام. شايف حضرتك دي من الناحيه السياسيه والقانونيه ايه؟ والله انت هتبصها من الناحيه الامنيه ولا من الناحيه الانضباطيه ولا من الناحيه السياسيه؟ ما هو القوى النظاميه اساسها انضباط امني، ثم بعد ذلك يعني انضباط نظامي يؤدي لانضباط امني. الو يا فندم مع حضرتك على الهوا. سامعني؟ سامعك اتفضل. هي الموضوع ده له ثلاث جوانب، جانب امني وجانب سياسي وجانب انضباطي. تمام. انا اشك في لا يعني برضه يعني السبب مش واضح، لكن هو سبب مفتعل. سبب ايه؟ مفتعل؟ سبب مفتعل. بمعنى لان في غضب عارم على وزير الداخليه. يعني حضرتك يعني تحليله ايه؟ تحليله هو في كواليس، يعني في امور غامضه فيها غموض سياسي شويه، لكن هو في غضب عام على الداخليه من الشعب ومن الداخليه نفسها. لا ما هو حضرتك النهارده بعد الملازم اللي هو كان راح يشوف البنك اللي هيتسرق واتضرب يعني احساس ان الهيبه لضابط الداخليه ما بقتش موجوده، واحساس الضابط ان هو خارج كل يوم ممكن يموت وان الداخليه مش وراه. يعني اعتقد مش ده برضو يعني ممكن يعني تراكم اوضاع فوق بعضها وصلت لهذا الوضع؟ لا ما افتكرش ده، اعتقد ان هي برضو اوامر رئاسيه،
افتعال موقف عشان الضغط الشعبي الكبير على الوزير لم يلقى استجابه سياسيه من القياده السياسيه، فكان لازم برضه يبقى يعني بطريقه اخرى يزقوا الافراد عشان يعملوا الاعتصامات دي كلها. طب حضرتك لو حضرتك في منطقه الاسم فيها قفل، احساسك ايه؟ يعني هل ننزل لجان شعبيه ولا نعمل ايه يعني؟ لا، ما هي حاليا لجان شعبيه في المحافظات. عاملين لجان شعبيه في محافظات حاليا موجود حاليا. ما هو طبعا ما هو يعني مجرد الاحساس ان الاسم نفسه قافل في هذه المنطقه معنى ان انت مش هتعرف تنام او تخرج. ما هو ده اصل هو قطاع الشرطه قطاع زي بقيه قطاعات المجتمع، يعني من حقها انها تعمل اضرابات. طب احنا هو طبعا اللجان الشعبيه اللي ماسكه دلوقتي المرور، ماسكه تامين الاماكن، ماسكه الكلام ده كله. طب انت طيب حضرتك انت شايف ان ممكن احد البدائل الموجوده ان يتعمل شركات امن خاصه؟ لان انا عندي استغاثات من اصحاب مصانع خايفين وما حصلش حاجه بس خايفين. لا، ده يعني مش هيحل المشكله، لان الامن النظامي غير الامن السكيورتي الامن الخاص. يعني الامن النظامي الامن الرسمي بتاع الدوله. لابد ان هو برضه طبعا رجل الشارع مش هيحترم الامن الخاص سكيورتي. يعني لازال الامن النظامي هو الفيصل، هو الحامي وهو احساسك بالامن. ما حدش يقدر يحترم من خلال الامن النظامي كده في ولاد الشارع. يعني اللجان الشعبيه لها احترامها اكتر من الشركات الخاصه. طب احنا بنشكر سيادتك على هذه التوضيحات. استاذ مصطفى، وانت احد اصحاب المصانع، في ظل ان اقسام الشرطه قفلت ابوابها وممكن يكون عندك مخزون، ممكن يكون عندك مستلزمات انتاج، ممكن يكون عندك فلوس في الخزنه، احساسك ايه؟ وكمواطن احساسك ايه؟ والله ربنا سبحانه وتعالى لما في قرآنه الكريم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لازم الأول الشعب يكون يشبع ويكون آمن على حياته وعلى أسرته وعلى بيته وعلى ماله. ما ينفعش أصلا تسيب واحد جعان وبعدين تقول له اهدى. لازم الأول أوفر له المعيشة، أوفر له العمل، أوفر له الرزق علشان يجيله يشبع ويأكل نفسه ويأكل عياله ويأكل أسرته ويعلمهم، وبعدين في نفس الوقت أخليه يشعر بالأمان. أخليه يشعر بالأمان إن أنا أحميه، أحمي أسرته، أحمي بيته. لكن اللي حاصل النهاردة إن الواحد يبعد عن مصنعه، يخاف لا يرجع ما يلاقيهوش، يخاف لا يرجع يلاقيه مسروق. وبعدين للأسف يعني إذا يعني رجال الشرطة احنا بنعتمد عليهم اعتماد كامل في تأمينها. لازم رجل الشرطة نفسه يكون مطمئن انه هو لو اصيب هيعالج، انه هو يكون مسلح التسليح المناسب اللي يقدر يقابل بيه البلطجي. ما اروحش ارميه في النار واقول له روح في سرقة في الحتة الفلانية وهو معاه مسدس. لا انا بص، انا تحدثت مع كثير من ضباط الشرطة، قال لك ضابط الشرطة ما كانش حتى التسليح او هو اللي بيخوف الحرامي او البلطجي، كان هيبه رجل الشرطه. الهيبه راحت. انت عارف كويس جدا ان ضابط الشرطه لو انت اذيته يعني الشرطه كلها او الداخليه كلها وراه. أيوة. فبالتالي دي كانت هيبه. انا النهارده لو انا سواق ميكروباص وظابط ضربته هيحصل لي ايه؟ مش عارف يحصل لي حاجه. لا، ما هي الاول مشكله كان كبيره. رد الداخليه لحمايه ضابط الشرطه كان قوي، دلوقتي مش موجود. لا، دي مشكله كبيره. لازم ضابط الشرطه ترجع له المهابه تاني. يعني هي الفكره في الهيبه اكتر من السلاح. المهابه دي هترجع منين؟ هترجع من ان يرجع ضابط الشرطه تاني يحمي المواطن. لان الاول كان رجل الشرطه كان بيحمي النظام، كان بينزلوا الضباط والعساكر علشان يقفوا 10 كيلو عشان موكب الرئيس هيعدي من هنا، عشان الوزير هيعدي من هنا، عشان نأمن ماتش، عشان نأمن مباراة. لكن المواطن نفسه ما كانش محل اهتمام رجل الشرطة. لما اجي اقول انا عندي حرامي مسكته يقول لي هاتولي وتعالى. اجيبه لك ازاي يعني؟ ده انا عندي حرامي انا ماسكه هو في ايدي دلوقتي، انا قابض عليه، يقول لي هاتولي وتعالى. طب احنا جايين لك دلوقتي، ما يجيش، مش عارفين نوصل لك. انت فين مكانك؟ طب قول لنا تاني، طب قول لنا تالت. على ما يجي ضابط الشرطه
كنت انت حليت الموضوع اصلا مع الحرامي ومشيته. ما هو ما ينفعش، لان كان الشرطه كانت اصلا بتحمي النظام. لا، المهابه دي تيجي لما ضابط الشرطه انا احس وغيري يحس ان هو مش بيحمي النظام، بيحميني انا. امن المواطن ليس امن النظام. يحمي امن المواطن مش بيحمي النظام. ان احنا لغايه النهارده ما زال ضابط الشرطه برضه بيحمي الموكب بتاع الرئيس، بيحمي الوزير، بيحمي المصلحه الحكوميه، لكن ما بيحميش المواطن. ان انا امشي اتلزق في ضابط الشرطه عشان ده اللي هيحميني. الاقي ضابط الشرطه ماشي اجي جنب منه علشان ده اللي هيحميني. انا ماشي في حماه. لكن احنا كنا وصلنا لمرحله من المراحل ضابط الشرطه ماشي من هنا الف انا من الشارع الثاني. خوفا وليس احساسا بالحمايه. خوفا لان انا متوقع ان ممكن تحصل لي منه مشكله. يقول لي وريني بطاقتك، وريني مش عارف ايه، وريني كذا، طب تعالى معانا عشان نشوف اسمك موجود على الكمبيوتر ولا مش موجود يعني يعمل لي اي مشكله. ما يعرفش بقى ان ده رجل اعمال ولا ده راجل مستثمر ولا ده راجل دكتور ولا ده راجل حرامي ولا ده راجل بلطجي ولا هو عايز يجي اخر النهار معاه 10 15 واحد متهم ويبحث الحالات بقى ويشوف مين اللي يسيبه ومين اللي ياخده. فكنت تشوف ضابط الشرطه ماشي بالناحيه دي الف انا من الشارع الثاني عشان نتجنب مشاكله. في لجنه هنا الف انا من الناحيه الثانيه، مع ان انا ماشي معايا رخصتي وماشي معايا كل حاجه مظبوط وماشي معايا بطاقتي وماشي كل حاجه مظبوط، انما انا على الاقل هتعطل 5 دقائق 10 دقائق من الاسئله اتجنبها. انما لا، لما احس ان ضابط الشرطه ده الراجل ده واقف هنا عشان يحميني وواقف لمصلحتي، يبقى انا في الحاله دي هبقى بحب ضابط الشرطه. لان ضابط الشرطه ده اخويا وابني وابن عمي واهلي، ما هواش غريب عني، ده ابن بلدي. لازم يحميني انا بقى مش يحمي النظام. تمام. طب مهندس عماد، شايف ايه رايك ايه في هذا الاضراب الامني؟ ده حضرتك مشكله كمواطن كبيرة. وكمستثمر. كمواطن وكمستثمر احنا مش حاسين بامان في اي حاجه، لا من ناحيه الشغل حركتنا العاديه ولا اي حاجه. دلوقتي مش ترجع عاديه. طيب حركتنا العاديه لا اقدر اشيل سلاح عشان حيازه سلاح بدون ترخيص، ده مصيبه كبيره. طب يعني لو حد ثبتني اعمل ايه؟ مطلوب مني اعمل ايه؟ طب هنقول ان ده ما حصلش. حضرتك كنت لسه بتقول ان في احد اصحاب المصنع متخوفين. لا مش متخوفين. حضرتك صاحب مصنع في اسكندريه اتداخل من جوه مصنعه واتاخد من خزينته 50,000 جنيه وطلب فيه فديه 1,000,000 جنيه واتدفعوا، ولسه ماسكين الحرام بعد 4 5 ايام. طب الراجل ده كان اتقتل. واحد تاني في طريق بجام اتقتل وهو ماشي في طريق بجام، اللي حضرتك عارف الزحمه اللي فيه عامله ازاي، بقالي. طب مين اللي هيدافع عنه؟ انا وصل لي خبر دلوقتي ان قطعوا طريق في المنطقه الصناعيه الثالثه في العاشر من رمضان، وحضرتك مستثمر طيب. في ده في نفس المنطقه حضرتك اللي احنا فيها. ما بقيناش عارفين نتحرك ازاي. الخوف. طب اروح فين؟ يعني اتحرك ازاي بدون مفيش امان في اي حاجه. الشرطه ما تصلحها بالسلاح المناسب ليها اللي يحميني. حته فقدان الثقه اللي كانت بيننا وبينهم دي، طب ما نعدلها صح. يعني ما يبقاش في تطرف. الاول كنا زي ما البيبي بيقول بنخاف نعدي من جنبهم، طب ما في ثقه بينهم، انت جاي تحميني بس سلحه صح عشان يعرف يحميني. انما اديله الهيبه اهم من التسليح كمان. حضرتك ما هي الثقه اللي هياخدها هتديله الهيبه. بس الهيبه على خوفه عليا، مش الهيبه ان هو يصطاد لي المشاكل ويخلق لي مشاكل. ده حضرتك العلاقه اللي احنا عايزين نظبطها صح تاني. بس سلحه حضرتك صح عشان هو كمان واثق في نفسه يقدر يحميني. انما هو حضرتك دلوقتي اللي احنا خايفين، العربيات بتاعتنا تخاف تتحرك. اي سواق نقل دلوقتي خاف يتحرك من بعد الساعه 3، على الرغم ان في عربيات بتسرق الصبح برضه. طب بقت انهي فرقه امنيه يشتغل ازاي؟ بأنهي طريقه؟ احنا معانا على الهاتف الدكتور نشأت الهلال الداخليه. اهلا بسيادتك معانا. فصل معانا الخط. حضرتك كمل اتفضل. ادي حضرتك حته الانفلات الامني. الانفلات الامني احنا مش طامنين على حاجه في شغلنا. لا عارفين ان العمال بتوعنا يتحركوا، ولا عارفين عربياتنا تخرج، يعني من كل ناحيه. ولا انا مآمن على نفسي ان اتحرك في توقيتات معينه. خوف ان حد يوقفني، خوف ان حد يثبتني. طب انا ممنوع حيازه السلاح، طب اعمل ايه؟ اتثبت على الطريق اعمل ايه؟ ما فيش سلاح خلاص كله بتاع ربنا. طيب حضرتك يعني انا شايف ان الامن مش بس هو امن شرطه يعني او امن نظامي، امن اقتصادي. انت حاسس ان انت يعني كمستثمر في البلد دي حاسس بامن اقتصادي؟ لا طبعا.
لا طبعا معوقات كتيره جدا كلنا عارفينها، بس هو مين اللي هنتحاور معاه نقول له مشاكلنا ايه؟ في الظروف اللي احنا فيها عايزين نتكلم مع حد مسؤول، نتكلم معاه في مشاكلنا. احنا في الغالب مشاكلنا يا صناعه، وزاره الصناعه، يا استثمار. عندنا مشاكل كتيره جدا. الطاقه عندنا بقت مشكله اكتر. ما انت حضرتك كل ما بتحل حته بتطلع لك حته ثانيه. يعني انا كان عندي انا بس هقطع ونكمل. احنا معانا الدكتور نشأت الهلالي مساعد وزير الداخليه. اهلا بسيادتك معانا. اهلا بيك. حضرتك احنا لاول مره بنسمع ان هناك اضراب من الشرطه وبهذا التوسع 30 اسم في 12 محافظه. راي سيادتك ايه كمسؤول كبير في وزاره الداخليه؟ هو شوف حضرتك، نتيجه التراكمات خلال الفتره السابقه ونتيجه شعور رجال الشرطه سواء ضباط او افراد ان كل حمل الاخطاء الخاصه بالفتره السابقه جهاز الشرطه بمفرده يتحمل، هو اللي بيتحمل توابعه. واعتقد هذا لا يصح. المفروض هناك اجهزه متفرقه في الدوله، هناك اجهزه متعدده في الدوله هي المفروض تحل المشاكل الخاصه بالصراعات السياسيه، والمفروض الداخليه لها علاقه بهذه الصراعات وتتفرغ لخدمه المواطنين وتحقيق خدمه الامن العام اللي الدستور والقانون نص على ان ده الاختصاص الرئيسي لجهاز الشرطه. جهاز الشرطه المفروض بعيد عن الصراعات السياسيه، لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي ان توابع الصراعات السياسيه اللي بيتحمل مسؤوليتها حاليا جهاز الشرطه، وبيتحمل ما يترتب عليه من اثار سيئه بالنسبه للمجتمع باسره. طب حضرتك يعني احنا متعودين ان في اجهزه كده، يعني اجهزه نظاميه منضبطه. جهاز الشرطه يعني في تكوينه المفروض جهاز منضبط، فيعني وجود اضراب في هذا الجهاز السيادي المنضبط شيء يخوف شويه. ما هو الشرطه جزء من المجتمع المصري وبتعاني مما يعاني منه المجتمع المصري في هذه الاونه. الشرطه حينما فعلت هذا لم يكن لهم مطالب فئويه كباقي الاجهزه الاخرى، انما هدفها دلوقتي لو الشرطه بتنزل ما فيش معاها سلاح، والانسان اللي بينزل المظاهره او ينزل بيقتحم منشاه مسلح باسلحه كثيره، كيف يتسنى؟ رجل الشرطه معاه يا اما طلقات الدفع اللي هي بتعمل صوت الارهاب اللي قدامك بس تخويفه، او قنابل الغاز. ماذا يفعل هذا؟ ده في ناس استخدمت الجرينوف. طب حضرتك كان عندي استفسارات. تكافؤ. طب حضرتك كان عندي استفسارات كتيره من المواطنين. لو انا عندي انا في منطقه الدفاع الشرعي عن نفسه. تمام. طب حضرتك انا عندي استفسارات من المواطنين. لو انا في منطقه الاسم مغلق وحصلت لي مشكله، اعمل ايه او اتصل بمين او ايه التصرف كمواطن؟ بص انا معك ان هذا الوضع من عيوبه الرئيسيه اللي هيتلقى تبعاته واعباءه المواطن العادي. معلش، انما كان لابد، هم رجال الشرطه فكروا كان لابد من وسيله لكي يصل صوتهم الى الجهات المسؤوله، ان هم دلوقتي حاسين ان هم في ورطه بيعتدى عليهم ومش قادرين يدافعوا عن نفسهم، كل يوم بيسقط منهم ضحايا. فبالتالي كان لابد من ان صوتهم يصل الى الجهات المسؤوله. طب انت شايف ان الموضوع ده كان يستمر قد ايه؟ يعني هينتهي مثلا بكره بعده؟ الرئيسيه حفظ الامن، اما الصراع السياسي فليس لهم علاقه به خالص. طب حضرتك هو موضوع الاضرابات دي ستنتهي امتى يعني؟ انا اعتقد ان في امور بتتم احنا ما نعرفش التفاصيل ايه، احنا لنا النتائج اللي بتعلن في النهايه. وطبعا ما فيش حاجه بتستخبى. يوم ما هيتم الاتفاق على وضع معين، واعتقد ان في يعني هيبتدي في نوع من المفاوضات بتتم دلوقتي لكي تعود الامور الى المصابه الصحيح. طب احنا بنشكر مش اي حد، مش احنا اللي هنطلع على الكلام ده بيتم اكيد، وهنعرف كده، هنعرف وسائل الاعلام